عارف ان الفيديو ده هيجيب الحد الادنى للمشاهدات، وده بسبب ان انا لما بجيب موضوع بتكلم فيه عن اشخاص او تصرفات بتحصل الناس بتكون مهتمه بيها. انما السبب الرئيسي بتاع الفيديو ده ان اخر فتره وانا بقلب على اي منصه يقوم طالع لي بقول لك يا فقير يا خول اللي بتقبض 1200 جنيه تعالى اعلمك سوق الاسهم الطالعه والنازله. شايف السهم ده حطه في وكلهم بيكسبوا، كلهم محترفين، كلهم عندهم خبايا واسرار العالم السفلي عن التداول اللي لسه محمود صلاح ما اكتشفهاش. وهتلاقي برضه اطفال او اللي عندهم 20 سنه يلبسوا تيشيرت نظيف او يمسكوا كام خمسينيه جنب بعض على اساس 100000 جنيه. خليك تقول مين الواد ده عنده قناه يوتيوب ولا ويطلع في الاخر واحد هو واصحابه حطوا 100 جنيه في موقع تداول وكلهم خسروا ال100 الا هو خسر 30 بس، ويقعد بقى يقول لك انا ماشي على استراتيجيه، لو لقيت سهم طالع يبقى انت تشتري كده، ويطلع في الاخر اساسا برنامج مراهنات. دي من التداول، ودي برضه من التداول، ودي كمان من التداول. يلا يا ولاد تضحكوا عليا انا. ولازم في اي فيديو تشوفه له يوهمك بمناظر زي انه يكون قاعد في عربيه او ماسك 500 جنيه فك سارقهم او جايبهم من جمعيه وبيكونوا سايقينها عليه. انا قبل ما انام لازم اعمل واحد تداول وتداول وانا ماشي في الشارع. انا بنطر تداولات على وش جيراني كل يوم، ولما تيجي تسال واحد فيهم السؤال الاوحد والوحيد هل التداول اللي بتروج له ده حلال؟ اصل يعني انا بتوقع ان السهم يطلع فبطلع، ولو طلع اطلع، ومن الطلعات دي كلها اكسب فهو يكسب وانت تكسب. ايوه انت كده بتراهن. لا ما انا داخل في صفقات اسلاميه، ويقعد بقى يهر عليك ويعمل لك مشخ حوار ويحط لك جنب الواحد اصفار. واللي يفقع ان في ناس بتتجنب انها تسال السؤال ده اصلا، ويبداوا ينزلوا التطبيق وياخدوا الموضوع بجد قوي. وكل ده عشان الشخص اللي هو اساسا عمره ما حط جنيه في الكلام ده زرع في دماغك حلم الثراء السريع. تقدر تكون مليونير وانت قاعد في البيت عن طريق التداول. تعالى اقول لك ازاي عملت 27000 جنيه من مجال التداول في 10 ايام شغل. جاي اقول لك انا ازاي عملت 25000 جنيه في اسبوع بس. انا عملت $500 في ساعه. Bitches like telling me on the real it was just me and me. We don't know how tall your girlfriend is. ومن الاخر يا اسطى عايز تبقى غني زي كده لازم يطلع ميتين او تطلع لايفات. حتى اللايفات بقت محتاجه مجهود، وعلشان اهدم الفكره ديت لو كانت في دماغك فما فيش حاجه اسمها ثراء سريع. انت مش قادر عبد الرازق. وكما قال شخص كده مش فاكر اسمه لان ظهر لي صدفه على انستجرام وانا بقلب، لا تنساق ابدا خلف احلام الثراء السريع، عمليه بناء الثروه تتطلب صبر. واللي هيتريق عليا بسبب الجمله دي هيطلع ميتين. بعد اذنكم يا جدعان هروح اعمل واحد تداول واجي. معلش اخرت عليكم شويه، التداول بتاعي بياخد وقت. نرجع لموضوعنا بقى عشان نخلص الفيديو ده. من تحريات مني هي نفس تحريات الفيديو بتاع عم سعد الالماني، هتلاقي ان 90% من بتوع التداول هم انفلونسر صلاحيتهم انتهت، فبيروجوا لاي منصه او قمار عامه ويكلموهم يعملوا ليهم اعلانات قبل ما يتنسوا ومحدش يعرفهم تاني. حاجه كده عامله زي حسن الهلالي. بعدها يقوموا فاتحين جروب تليجرام ودخل يد الناس اللي اتضحك عليهم دول يلموا منهم الفلوس على اساس يومين ويرجعوا له، بس مضروبه في 2. واللي بيحصل بعدها ان فتره اسبوعين بالكتير ويا جدعان حقكم علينا، بس القمار قصدي التداول مكسب وخساره، ويومين كمان يقوم قافل الجروب ويطلع ومحدش يعرف عنه حاجه. وفي النوع الثاني اللي هو ملوش علاقه بالكلام ده كله، هو بيبقى عارف ان الموضوع على بعضه غلط، فيقوم حاطط بس لينك برنامج القمار او التداول على ستوري ويروج له، وكده كده يومه هيتشال. وفي بقى نوع تاني من الترويج اللي بيظهر لي هم اكاديميات التداول. حاجه كده عامله زي المدرسه، بس بدل ما يعلموك 1 زائد 1 يساوي يعلموك ازاي تنطر قبل كده. لا اسف ده اكاديميه الجيار. بيعلموك ازاي تنطر تداولات، يبقى فاجر تداول، مدمن تداول. ولو ما تعرفهمش فدي الاعلانات اللي بتظهر لك بتاعت نحن المتداولون نتداول بالفطره. يحركنا الشغف، قراراتنا جريئه، يجرفنا التيار. او بتوع عايز تعرف ازاي جبت ال3 مليون دي في ساعه واحده. طب عليا الطلاق ما انا اعرفك يا فقير يا ابن روح بقى شوف حد يعلمك تجيب ال3 مليون ازاي. من الاخر برضه عشان اريحك فالاكاديميات دي كلها نصابه، عشان حتى اللي مش نصابين هيعلموك ايه؟ انت هتروح تتعلم ايه؟ ازاي ترفع السهم. اجيب لك اسطى ناصر يرفع لك السهم. والله عليك يا اسطى انت عارف طبعا الخطايا ال7 هيبقوا 8 لو اقتنعت بكلام واحد عن التداول، لانها غالبا بتكون قضت الليل كله بتسمع اغنيه انت قادر على التحدي والمواجهه، وهي مش قادره تقوم تروح الدرس عند مدرس العربي بتاع تانية اعدادي، فبتبتدي تديك نصايح هي نفس النصايح اللي سمعتها من شخص قبلها، وبيكون نصاب عامه، وتروح تقول لابوها انت ازاي راجل يا ما تداولتش وانت صغير يا عديم المسؤوليه. بعدها تروح قاعه او فرح خلصان وتخلي 2 3 من صحابها يقعدوا على الكرسي ويسقفوا لها، وان هي تبدا تشتم في الرجال ان محدش ساعدها في حاجه وابوها كان بيستعبدها وهي صغيره. كده كده عادي يعني محدش بيدور وراها، عشان انواع التعليقات اللي عندهم بتبقى عباره عن شويه عيال سرسجيه عايزين يشقطوا وعندهم مشاكل في الكتابه. واوسخ فئه في الناس بتوع التداول هم اللي عايزين يخلوك تشترك معاهم وخلاص. هتلاقيهم في اي ريلز عمالين يهروا ويقولوا اي كلام على الفاضي، وبعدها يحط رابط الكورس من $500 عشان تشترك معاهم. هو نفسه مش عايش من التداول، عايش من بيع الكورسات. الكورس بتاعنا هيطلعك غول تداول، هيخليك
هنعلمك وحش في الاستثمار، هنعلمك ازاي تشرب قهوه صح وتتصور صور بتاعت ناس متداولين، هنعمل لك حفله على الضيق في اي صوبه ب 300 جنيه ونجيب ناس تسقف لك، ومش كده وبس، احنا كمان هنديك شهاده معتمده من ناجح حماد. يلا مستني ايه؟ اطلب الكورس تضحكوا عليا انا. عشان يخليك تصدقه اكتر. فيقوم جايب شكله في 2019 وهو لابس هدوم متقطعه وحالته زي الزفت وبيحلق مرتين في السنه، وبعدين يقوم جايب نفسه في 2025 هو نفس حالته المعفنه بس بيبقى لابس بدله، بيقول لك انت ليه مش عندي على التليجرام. عامه انا مقتنع بان اي حاجه على التليجرام فهي مشبوهه. وبعدين كده فكر يا اسطى شويه، مين الشخص الغني اللي هيعمل فيديوهات مخصوص عشان انت تبقى غني؟ حرفيا هو ما بيبقاش مهتم، عنده نسوان عايز يسهر معاهم وعنده شغل. عمرك شفت ايلون ماسك طلع يقول لك نزل تطبيق ام مسالمه للتداول؟ او نجيب ساويرس عايزك تجيله على التليجرام عشان يديك سهم؟ لا طبعا، ولا عمرك هتشوف، ولا عمرك هتبقى غني، ولا عمرك هتحقق احلامك، ولا عمرك هتسافر، ولا حتى هتعرف تتداول، ولا عمرك هتشوف السهم الطالع، ومش هتعرف تعمل واحد. وفي النهايه الموضوع ابسط مما تتصور، مفيش حاجه اسمها ثراء سريع ولا سر مخفي بيخليك تصحى من النوم تلاقي نفسك مليونير. الناس اللي بتبيع لك الحلم ده في الحقيقه بتكسب من جيبك انت مش من التداول. الثروه محتاجه وقت وصبر وتعب حقيقي، مش اعلانات على انستجرام او التليجرام ولا كورس ب 500. مش معنى ان بقول كده اني غني ولا عايش في فيلا، انا زيكم بالظبط، مش بعيد ابقى افقر اصلا، بس الفرق ان عرفت الطريق الطويل هو الحقيقي. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. ولو كملت الفيديو ده للاخر فده معناه ان انت من عيله الزوز الفشيخ. لو مش افشخ فيديو تقدر تحط لايك وتشير الفيديو لو بتحبه، وده الانستجرام بتاعي هتلاقي رابط في الوصف. وبس كده، سلام.